السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخيكم الزبر أحمد ليتون من جمهورية بنغلاديش، وهذا مقبرة. شوف، هذا مقبرة في القرية. يعني أنا أسكن في القرية، ليس في العاصمة، في القرية. وهذا مقبرة في القرية، هذا مقبرة واحد في القرية. كثير من الناس من المسلمين نام هنا في المقبرة. الموت كأس كل ناس شربوها، والقبر بيت كل ناس دخلوها. هذا حقيقة. بعد يوم الحشر، يوم القيامة، أنا سأقول ربي إن هذا رجل أحد من عراقي، ورجل آخر ظلمت عليه من دولة الكويت وأرسلتني إلى البلاد. كان خطائي أنا أصلي على الوقت. هذا كان خطائي. هم أرسلتني إلى البلاد، إلى بنغلاديش. يعني قبل 8 أو 10 سنوات أنا كنت في الكويت، وعملت في الشركة نظافة، شركة كير سيرفيس. وأولا أنا عملت في المسجد عند منطقة نادي فروسية، وبعد سنوات شركتني إلى المطعم كنتاكي، شغل في الكنتاكي في المنطقة السلمية. كل شيء كان تمام. وبعدين بعد سنوات شركتني إلى مرغب، شغل في الماكينة، يعني ماكينة فلوس، شغل في المرغب مع مدير عراقي. هذا كان مشكلة. مدير عراقي كان شديد، وأنا رجل الحمد لله حافظت 10 جزء من القرآن الكريم، وأنا أصلي على الوقت. فأذن في المسجد، قلت أذن في المسجد، أنا لازم أروح المسجد وأصلي. لكن هذا عراقي، هو كان مشكلة. هو اتصل شركة، وبعدين هو اديني إلى السكن شركة، وبعدين شركة اديني إلى مكان ثاني، يعني شغل مصنع الحليب. في مصنع الحليب هناك كان مشكل، مثل يعني مدير كان شديد. أنا كنت أصلي على الوقت. يوم صلاة الظهر أنا قلت أذهب إلى المسجد للصلاة، لكن مدير مصنع الحليب قال لا، كل شغل خلاص، الساعة 2 روح بيت الصلاة.